ازيك يا عم ابراهيم؟ الحمد لله. عامل ايه يا عم؟ خير الحمد وحشنا لله. والله. ربنا يخليك يا رب. اخبارك ايه واخبار الكليه؟ والله ماشي الحال الحمد ماشي لله، الحال. يعني قربنا نخلص. تعرفنا بنفسك كده طيب، وعرف الناس الساده المستمعين. والله انا اسمي ابراهيم فؤاد، فرقة الرابعة كلية هندسة جامعة اسكندرية. عظيم. قسم كهرباء باور. كهربا باور. ان شاء ومش الله. ندمان انك دخلت القسم ده؟ والله يعني الحمد لله على كل حال، بس لا. طيب انت ممكن تكلمنا بقى وتقول لنا ليه دخلت هندسه؟ في الحقيقة ودخولي هندسة كان يعني حبا في بعض المواد كده في ثانوي. انا من الناس اللي هي طبعا في اولى وتانية ثانوي ما كنتش مهتم قوي بالدراسة ولا بالنتيجة والكلام دوت. بس جيت في ثالثة ثانوي ابتديت ان انا بقى ابدا اهتم بالدراسة طبيعي عشان المجموع والكلية والكلام ده. فكان من ضمن الاسباب اللي خلتني ان انا اركز شويه على هندسه. طبعا هو كان حلمي من زمان، بس من ضمن الاسباب اكتر خلتني اركز هي ماده الفيزياء اكتر والرياضه في ثالثه ثانوي يعني. يعني مش عشان المجموع يعني؟ والله هو في الاول يعني كان في دماغي ان انا اخش علوم اساسا، اه علوم فيزياء. واضح انك داخلها عن شغف. علوم فيزياء عشان انا كنت حابب دراسه الفيزياء. اه بس حلو. اكتشفت انه لا، يعني انا كنت حابب الفيزياء ان انا ادرسها كفيزياء تطبيقيه مش كفيزياء بحته مش حاجه كلية نظري علوم يعني. بالظبط. حلو عظيم. فعشان كده يعني كان سبب دخولي الهندسه وسبب دخولي القسم كهرباء بالذات كمان ان هو حلو جدا. فيزياء ثانوي. طيب ولقيت اللي انت بتدور عليه فعلا في القسم ولا؟ بشكل كبير يعني بشكل كبير لان هو اساسا بدايه في فيزياء ثالثه ثانوي هي فيزياء كهربيه اساسا، يعني نص كهربيه ونص حديثه، فهو تقريبا كله هو ده قسم كهرباء. فدي اه كانت بدايات القسم اللي انا ابتديت بقى بعد كده اكمل عليها في القسم. يعني الناس اللي حبت الفيزياء وحبت الكهربية في ثانوي فدوت يكون فده مؤشر كويس مجال ليها. كبير يعني حلو مؤشر جدا. كويس ليه. طيب بما اننا بقى دخلنا نتكلم في الكلية وكهرباء والشغف والحاجات ديت، عايزك تكلمنا بقى اكتر عن الكلية نفسها، هندسة وتنسيقها وشغلها واقسامها، يعني عيش احنا سامعين. والله بص، هو عموما كان تنسيق هندسه من ثانوي من قبلها يعني، فطبعا ده بيتحدد على حسب رغبات والناس كلها اكيد عارفه اه. الكلام ده كله والمجاميع والكلام ده. هندسه هندسه اسكندريه عندنا بتقبل حوالي في حدود 2000 ونص 3000 طالب كل سنه. عدد كبير. فده غير العدد بتاع اس اس بي، يعني ده العدد اللي هم الناس بتاعت القسم العام بس. اس اس بي ده هو قسم خاص اس اس بي بفلوس. هم الاقسام الخاصه بيبقى فيهم من ضمنهم ناس اللي هي ما جابتش مجموع هندسه اسكندريه من التنسيق الاساسي، فبيبتدوا ان هم يقللوا لهم تنسيق 1 او 2% يعني حلو. حاجات بسيطه دي بحيث ان هم فرصة يقدروا كويسة. يحولوا من كليات تانية او مم. من جامعات تانية بيحولوا لاسكندريه. فده لدخول هندسه. طبيعة الدراسة جوه هندسة زيها زي أي كلية عملية، طبيعي فيها جزء نظري وفيها جزء عملي. بس بتختلف شوية الدراسة في هندسة من السنة الإعدادية للأقسام. مم. لأن طبعا معروف في هندسة. لا ده عادي، حد وقع من البلكونة انتحر، ده حد كان في هندسة وانتحر يا جماعة عادي. كنا بنقول ايه؟ فبتختلف طبيعة الدراسة في هندسة من السنة الإعدادية للأقسام، لأن معروف في هندسة إنه بيبقى فيه الأول السنة الإعدادية بيتحدد على أساسها تنسيق الأقسام بعد كده. حلو. يعني ممكن في صيدلة بيبقى فيه سنة إعدادية برضه وكده، بس ما عندهمش تنسيق بعدها، إنما بالظبط. عندنا بيتحدد على أساسها الأقسام. انا عايز اقول لك ناس من صحابي اصلا في هندسه بيقولوا على اعدادي ديت اللي هي تانية ثانوي عام. بالظبط، ما هي عشان كده ده اختلاف طبيعة الدراسة ما بين إعدادي وما بين الأقسام. حلو. ان هو في اعدادي هندسه بيعتبر نفسه هو تقريبا حاجه تكمله لثانوي. مم. مواد اللي بياخدها مواد طبيعيه، فيزياء بياخد استاتيكا بياخد ديناميكا بياخد نفس المواد اللي خدها حاجات في جنرال ثانوي. يعني عموما. بس يمكن بشويه تفاصيل اكتر، اللي هي تديله البيزكس والاساسيات بتاعت هندسه، يبقى ملم بالمواضيع بتاعت هندسه والاساسيات اللي ما فيش اي مهندس في اي قسم عموما المفروض ان هو ما يبقاش عارفها يعني. بيزك ساينس يعني بالظبط. عموما. بعد كده بيبدا بقى على حسب تقدير سنه اعدادي بيبدا تنسيق الاقسام. طب قبل ما نخش في الاقسام بس كنت عايز اسالك على حاجه، انت مم. كنت عرضت موضوع ان لو حد ما جابش مجموع هندسه ممكن يدخل اس اس بي. مم. فلو حد مثلا جاب مجموع هندسه بس مش جامعه اسكندريه او مش هو الجامعه ما المحافظه اللي هو هي فيها. الفكره مش في ان هو ما جابش مجموع هندسه، هو الفكره ان هو بيبقى ناس جابت مجموع هندسه بس في جامعات تانية، وعملوا خطوه تقليل اغتراب بعد كده، فبرضه ما جات لهمش هندسه اسكندريه، فبيبقى متاح لجزء صغير منهم او عدد صغير جدا يعني، لان هو ما بيبقاش
ما بياخدوش المجموع اقل من مجموع الكليه العام بكتير، يعني بيبقى حاجات بسيطه، فبيبقى عدد قليل جدا اللي بيبقى مسموح لهم الكلام ده، غير الناس اللي هي طبعا بتاعه مثلا الاي جي الامريكان الكلام ده كله، هم اللي بيختاروا اكتر ان هم يخشوا اس اس بي طبعا لان اللغات وكده، فبيبقى التعامل في اس اس بي اريح طب لهم. بالنسبه لحد مثلا جات له جامعه في محافظه تانية ومعرفش يدخل اس اس بي مثلا، هل في امكانيه ان هو يقعد سنه بعد سنه المفروض ان هو طب بيبقى حلو عنده جدا. الامكانيه ان هو يحول، بس يعني على حسب النظام الجديد، لان هو احنا دلوقتي الكليه من اول السنه اللي هي اللي قبل اللي فاتت ابتدت تعمل نظام جديد تغير اللائحه بتاعتها، فبقينا شغالين بنظام كريدت اورز مش نظام الترمين زي اغلب الأول. الكليات تقريبا بقت كده. فهو حاليا كهندسه ككليه هندسه اللي طبق النظام دلوقتي هو جامعه اسكندريه وجامعه عين شمس. فممكن يبقى في صعوبه شويه بعد كده بالنسبه للدفعات الجايه في الحوار ده، بسبب ان هو كان في جامعه تانية ما كانتش شغاله بكريدت اورز وبعدين هيحول يعني لكريدت حتى اورز. اعدادي هيبقى فيها كريدت اورز عادي. اعدادي عندنا خلاص هو ابتدى النظام من اول اعدادي ان هو يشتغلوا كريدت اورز، فدي ممكن تكون العقبه شويه بالنسبه لهم، يعني في نقطه تحويل بقى المواد اللي هو خدها في الجامعه التانية يحول الجي بي اي بتاع الكليه والكلام ده. أيوة. بس عموما هو متاح له، يعني بيبقى متاح له ان هو يحول بقى. طيب خير، ويا رب كل اللي بيتفرجوا على الفيديو ان شاء الله ونفسهم في هندسه يجيبوا مجموعه على طول بدون الحوارات دي. طيب نكمل قصه الاقسام بقى ان شاء الله. بقصه الاقسام بقى، احنا قلنا بعد اعدادي طبعا بيبدا ان هو يدرس فيها البيزكس، بتبدا بعد كده نشتغل في اقسام تنسيق الاقسام. زي تنسيق ثانوي برضو، بيشتغل على حسب المجاميع الطلبه، على حسب رغبات الطلبه اللي هم بيكتبوها، على حسب كل قسم هيقبل عدد قد ايه، يعني ترتيبا على الكلام دوت بيبدا يترتب ترتيب الاقسام بالتنسيق. طبعا هو التنسيق بيبقى على المجموع السنه كامله بتاعت اعدادي. يمكن السنه دي عشان ظروف كورونا وكده فالترم الثاني بقت ما فيهوش تقديرات، فلسه مش عارفين الكليه هتشتغل على اي اساس، بس هو في الطبيعي ان هو بيبقى على تقدير السنه كلها. يعني فك كده وعيش حياتك، عيش الحياه يا صاحبي. لا انا عايش الحمد لله، انا ما بتنافس. واحد في هندسه هيعيش. احنا في الكليه عندنا 11 قسم، او هم بالنظام الجديد او اللائحه الجديده بيسموها البرامج، 11 برنامج. مش كتير 11؟ يعني مش قوي. في 3000. كليات تانية فيها في اقسام خلي بالك مش موجوده عندنا، فعلا موجوده في كليه. احنا ما عندناش مثلا قسم الطيران موجود في جامعه القاهره بس، موجود في القاهره بس صح. ما عندناش. عندنا قسم البتروكيميكالز او البترول والكيماويات، ده قسم في اس اس بي بس مش موجود في القسم ده اللي هو شبه السويس، جامعه السويس. شبه السويس بس هم السويس يعني جامعه السويس طبعا بيدرسوا بقى بتفاصيل اكتر لان هو بيبقى واخد ال5 سنين كلها في بترول. ايوه. عندنا في القسم العام او الجزء العام احنا 11 برنامج او 11 قسم. كان الاول عن النظام القديم ان هم كانوا 10، لانه كان قسم الكهرباء بيدمج جواه الشعبتين باور واتصالات، فبيخش هو بيختار كهرباء وبعد اول سنه بيختار ان هو يخش باور او اتصالات. على النظام الجديد او اللائحه الجديده هم فصلوها من اول سنه، فبقت من بعد اعدادي على طول هو بيخش في تنسيق، يخش اتصالات او يخش كهرباء باور. طب معلش بس يعني راعي ان انا في اسنان مش في هندسه خالص، فممكن تقول لي ببساطه كده الفرق بين باور واتصالات؟ كهرباء عموما كبيزكس هو البيزكس بتاعتهم واحده، لان هو بياخد دوائر كهربيه، بيدرس بعض الاجهزه الكهربائيه اللي هي تقريبا الاثنين بيستخدموها. بس الفرق ما بين الاثنين ان يمكن الاتصالات هي خاصه بمجال الشبكات، مجال حاجات يعني ممكن ما تكونش بتتعامل معاها بايدك كتير، حاجات كبيره يعني. مجال كبير بس مش الاجهزه بتاعته اللي كبيره، يعني الحاجات اللي هم بيتعاملوا معاها موجات، فانت الموجات مش بتشوفها بعينك. الشغل الترانزستور والاجهزه الالكترونيه الدقيقه دي، فحاجات مش ملموسه بالايد قوي. على الجانب الثاني بقى كهرباء باور، يمكن هي شويه اقرب لميكانيكا بقى، اللي هو القسم اللي بيستخدم الكهرباء بس بيتعامل مع حاجات ملموسه اكتر بالايد، مكن، محطات اللي هو الكهرباء اللي داخله قد ايه، المكن بتاع يعني بتشتغل بقى مع حاجات بالامبير العالي والفولت العالي والكلام ده كله. ده الفرق ما بين الباور والاتصالات. يعني بقيه الاقسام بقى عندنا في الكليه هم زي ما قلت لك ال 11 برنامج، بيترتبوا في الغالب يعني بيبقى اعلى قسم دايما كل سنه هو قسم حاسبات، لان بياخد عدد قليل في حدود 70 ل 100 واحد، فدايما هو بيبقى اعلى قسم. ده برمجه وكده؟ بقى ده البروجرامينج وقسم الشغل الكمبيوتر كله بتاع هندسه. طب هل كليه حاسبات تعتبر في السوفت وير احسن منه ولا ايه؟ لان هم بيقولوا دوت فيه سوفت وير وفيه هارد وير برضه. هو يمكن ما اتعاملتش شويه مع كليه حاسبات او ما اعرفش عنها كتير، بس بالنسبه للكليه عندنا فهم بيدرسوا سوفت وير وهارد وير برضه. بس يعني يمكن بتوع حاسبات بيهتموا باجزاء معينه وير اكتر وبتوع هندسه بيهتموا باجزاء معينه، لان عندنا مثلا بيدرس الهارد وير
كمبيوتر اركتكتشر والكلام ده كله بيدرس البنيه بتاعه الكمبيوتر نفسه. حلو. تمام. يعني لو حد مثلا كان نفسه يدخل القسم دوت وما جابش مجموع لا قدر الله او كده، فهو خيار كويس ليه ان هو يشوف كلية حاسبات. يكون احسن. هو عموما مش يعني الموضوع هو احسن لو هو في دماغه انه انا عايز اشتغل في كمبيوتر وبرمجه وكده، فما يخليش ان دي يعني تبقى عائق يحط ليه. نفسه ريسك في النقطه دي. جميل. فهو ممكن يختار كليه حاسبات نفسها من الاول اساسا، بحيث ان هو يبقى ضامن المجال اللي هو عايز يكمل فيه، لان برضو اختلاف فكر هندسه عن فكر حاسبات، في اختلاف ما بين الكليتين عموما في طريقه التعامل مع الكليه. فهو لو حابب ان هو يكمل في مجال الكمبيوتر بس، فانا اختار حاسبات من الاول احسن لي. حتى لو دخلته بعد اول سنه ما قدرتش ان انا اجيب مجموعه، فبرضه هيبقى لي الفرصه ان انا احول حاسبات، وفي نفس الوقت هو كده ما ضيعش وقت. يعني هو كليه هندسه هيعدي اعدادي المفروض والله. هياخد بعدها 4 سنين، حلو جدا. هيحول بعدها حاسبات نفسها ككليه هي 4 سنين برضه. هو خد 5 سنين في الاول وفي الاخر سواء هنا او يعني انت هنا. قصدك يجرب هندسة الاول ويشوف بالظبط. مجموعه هيجيب ايه. لو هو شايف ان انا دماغي في هندسه وحابب هندسه وعايز اخشها، بس برضه في نفس الوقت عايز اجيب كمبيوتر، ربنا ما وفقنيش في اعدادي ان انا اجيب المجموع بتاعه وما عرفتش اخش قسم الكمبيوتر، فممكن احول هي حاسبات ويبقى يعني. ما ضيعتش برضه الوقت على نفسي يعني كبير. فاهمك. بس اهم حاجه ان هو يبقى في الحاجه اللي هو حاببها، يعني ما يحاولش ان هو يضغط على نفسه ان انا اكمل في اي قسم وخلاص. يعني اختار الحاجه اللي انت حابب تكمل فيها وكمل فيها. دي نصيحة كويسة، ممكن نبقى ارجع لها في الاخر بعد ما نخلص باقي الاقسام. ده اول قسم. بعد كده بيجي بعدهم في الترتيب دايما اتصالات وباور، هما زي ما قلت لك، بس في الاول عشان كانوا هما الاثنين قسم واحد وبعدين بيختاروا ففي الترتيب دلوقتي بقى الاغلب ان هما بيخشوا اتصالات، لان هو اتصالات يعتبر الحاجه الحديثه شويه عن باور، فمعظم الناس بتروح للاتصالات اكتر. بعدها بيجي قسم عماره. قسم عماره طبعا الناس بقى المهتمين بالفن بقى وشغل التصاميم المعماريه الجميله واللمسات الجميله اللي في التصاميم والكلام ده. بعد كده في اقسام، بتيجي الاقسام الميكانيكيه زي قسم ميكانيكا هندسه ميكانيكيه نفسه، ده القسم الميكانيكا الام عندنا في الكليه اللي هو يعتبر بيدرس فيه معظم الحاجات الميكانيكيه. في قسم انتاج، قسم هندسه انتاج، هو جزء من ميكانيكا، بس هو عندنا في جامعه اسكندريه هو مفصول كقسم لوحده، قسم مستقل لوحده. في اقسام ميكانيكيه تانية زي قسم هندسه الغزل والنسيج، هو جزء برضه من ميكانيكا بس قسم منفصل لوحده. قسم البحريه، قسم بحريه وسفن، برضه قسم الموجود لوحده، يعتبر برضه جزء من الاقسام الميكانيكيه بس اللي بيهتموا بدراسه السفن والمجالات يعني. البحريه. في قسم مدني برضه المكمل لقسم عماره، لان دايما مدني وعماره شغلهم مع بعض سواء في المواقع الانشائيه او غيره. في اقسام تانية زي قسم كيمياء، الهندسه الكيميائيه بقى، والناس اللي بتشتغل في مجالات الهندسه الكيميائيه وتحليل الميه والادوات الكيميائيه والكلام ده كله. في عندنا قسم كمان، قسم الهندسه النوويه، ويمكن ده من ضمن الاقسام القليله شويه في تنسيقها، على الرغم من ان هو يعني حاجه من الحاجات الاقسام الحديثه برضو واللي ليها شغل كبير، بس مش متوفر قوي في مصر يعني. يعني هو عشان الطلب عليه اقل فهو الناس بتروح له قليل يعني. بس الناس اللي بتبقى دماغها في نووي اكتر هي الناس اللي حابه تدرس اكتر فيه، يعني تدرس النووي اكتر، وطبعا هتبقى فرصتهم احسن لو ان هو كمل دراسته في ده بره مصر يعني. أيوة لان المجال مش كبير قوي في مصر. ويا عالم يعني احنا يمكن داخلين على حروب نوويه كده دول كده الاقسام كلها 11 قسم تقريبا. زي ما حلو قلنا، جدا. حاسبات، كهرباء اتصالات، كهرباء باور، عماره، ميكانيكا، انتاج، غزل ونسيج، بحريه، كيمياء، نووي، واخر قسم قلنا مدني. حلو جدا. طيب بالنسبة لمجالات العمل بقى، في ناس كتير بتشتكي ان الهندسة يمكن مجال شغلها اتضرب شوية نظرا لكثرة عددهم او نظرا سوق العمل نفسه مختلف. يعني عندنا مشكلة في مصر ان هو اللي بيعين ما بيبقاش عارف هو عايز يعين مين، واللي عايز يقدم على شغل ما بيبقاش عارف هو يعني عايز يشتغل ايه، فبيبقى فيه حاصل كده كونكشن لوست كده يعني كأن الشبكة فصلت بينهم. بالظبط، هو الفكرة فاللي بيحصل ان في فرص كتير موجودة وفي ناس كتير عايزة تتعين بس مش عارفين يوفقوا مع بعض. بالظبط. يمكن ده العيب ده عيب الكلية شوية اكتر. ان هو الكلية مش بتربط بالجانب العملي وسوق العمل قوي. بيبقى المهندس مثلا انا متخرج من قسم كهرباء باور، بس انا
وظيفتي مثلا ايه، يعني انا هشتغل في المصنع ايه، او لما انزل موقع ايه دوري في الموقع ده، او ايه دوري في الشغلانه ده. جزء لوست شويه من عندنا في الكليه. بس يمكن شويه الستودنت اكتيفيتيز والشغل الانشطه الطلابيه عندنا والفرق والاسر بتحاول ان هي تغطي النقطه دي عشان الطلبه تبقى فاهمه من قبل ما تتخرج، على الرغم ان هو برضه في الاول وفي الاخر ده بيرجع للطالب نفسه او للمهندس نفسه، ان مجال الهندسه كبير ومجال واسع جدا، فانت ما ينفعش تعتمد بس على اللي انت خدته من الكليه. الكليه هي مجرد حاجه بتحطك على اول الطريق للهندسه، ومش هي الغايه اللي انت المفروض توصل لها، هي بدايه الطريق بس للهندسه اللي انت عايز توصل له. واضح ان في مستمعين كتير عاجبهم الكلام يشاركونا. فلازم دايما يبقى حاطط في باله كطالب هندسه او كواحد هيتخرج من كليه هندسه ان انت ما ينفعش ينمي تعتمد على نفسه. كليه بس. لازم تعتمد على الكورسات، تنمي نفسك من بره، تدور سوق العمل محتاج ايه وتبدا تدور عليه. لان في بعض الاقسام زي قسم مثلا اتصالات، ان المناهج فيه شويه متاخره عن سوق العمل بره. بتدرس حاجات بتطلع تلاقي، لان طبيعه اتصالات وطبيعه قسم اتصالات ان هو قسم بينمو بسرعه، او الستيب فيه سريعه قوي، فلازم الواحد يتابع لازم دايما. تتابع دايما. مش المناهج في الكليه مش هتلحق ان هي تغطي لك كل ده. فانت لازم دايما ان انت تدور على سوق العمل، تدور ايه اللي مطلوب بره، تدور الشركات بتدور على ايه اللي ناقص في سوق العمل، وابدا ان انا احسن نفسي فيه وابقى كويس فيه، واشوف ايه اللي ناقصني من الكليه وابدا ان انا يعني ممكن نعتبرها كده نصيحة للناس اللي داخلة هندسة، ان هو اللي انت هتاخده في الكلية دوت مش كافي، وانت لازم تشتغل على نفسك على طول، ولازم تنمي نفسك. ديت اول حاجة. وحاجة تانية انت كنت اشرت ليها قبل كده، هو موضوع الشغف بتاعك، ان انت تدور على اللي انت عايزه. يعني مثلا موضوع حاسبات كنت بتتكلم ان مجموعها كبير، فلو انت ما قدرتش تجيب مجموعها ممكن تتجه مثلا لكلية حاسبات. وكذلك مثلا على ما اعتقد يعني ان في فنون قسم عمارة دوت بيكون قريب لقسم عمارة في هندسة. بس لا، يعني فنون ابعد شويه، يعني فنون بتهتم بالمظهر الجمالي اكتر مش الانشائي، يعني كانشائيات المهندس اللي بينشئ اللي هو ازاي يقوم العماره نفسها او المبنى نفسه. أيوة. فده مش تبع فنون، انما فنون عندها اللمسه الجماليه بس. لكن في النهايه ديكور وفنون ومدني وعماره وكلهم بيشتغلوا يعني حاجه. هو في الاول وفي الاخر شغفك، انت بتدور على الحاجه اللي انا حاببها. لو انا واحد بيحب الفن وبيحب اللمسات الجماليه وبيحب بالكلام ده، ما بهتمش شويه بالانشائيات والكلام ده، او مش عايز ان انا اتدخل في التفاصيل دي، ففنون عماره احسن لي ان انا اخش فنون واخش قسم. وفي النهايه المستقبل واحد يعني. بالظبط. هو في الاول وفي الاخر يمكن معظم الكليات ويمكن كل سوق العمل دلوقتي سواء في مصر او في العالم كله هو معتمد على الطالب اكتر ما معتمد على الدراسه، لان الدراسه ما بقتش بتحصل بالقدر الكافي لسوق العمل. فطبيعي ما بقتش قصه شهادات، يعني بقت مهارات اكتر من مهارات اكتر، وبقت تعامل اكتر، ان انت تعرف تتعامل مع المواقف اللي انت بتحط فيها، او تشوف ايه اللي ناقص المجال ده في سوق العمل وابدا ادور عليه وابدا انمي نفسي فيه، بحيث ان انا لما اطلع اشتغل، لما حد مثلا او صاحب عمل او حاجه يدور على حاجه معينه يلاقيها فيا. لان زي ما انت قلت ان عدد المهندسين فعلا كبير، وعدد بيتخرج كل سنه عدد مهول من المهندسين، حوالي 15,000 بس على مستوى الجمهوريه من الكليات الحكومي بس. الحكومي بس ده كمان عدد كبير قوي، كبير يعني جدا. ده عدد كبير جدا. فانت طبيعي في وسط ده انت في منافسه، وفي منافسه كبيره جدا، فلازم ان انت تشتغل على نفسك وتدور سوق العمل ايه اللي ناقصه. واهم من كده ان هو المهندس كمان مش بس دراسه، المهندس عبارة عن فكر وتعامل، شخصية وتعامل قبل ما يبقى دراسة. يعني الناس مش هترتاح بعد ثانوية عامة؟ بيضحكوا عليهم. لا للأسف ان هو ما فيش راحة. الراحة ان شاء الله دي الحلقة الصادمة يا جماعة. بعدين لما نوصل لما نموت. اما هو طبيعي، دي سنة الحياة، يعني ان هو طبيعي البني ادم كل ما بيتقدم في السن ان هو بيبقى عليه مسؤوليات اكتر وبتزيد عليه المسؤوليات، بس مع الاختلاف ان انت بتبدأ ما بعد ما كنت في مرحلة الثانوي ان انت شاب ومع كل هدفك ان انت تجيب مجموع وتذاكر، لا بقى في شوية فكرة اكتر، سوق العمل هيمشي ازاي، الكارير هيمشي ازاي، دماغك ابتدت تبقى اكبر من كده، تفكر على شكل النطاق اوسع من كده، يبقى عندك وعي اكتر الكلام ده. فبتبدأ ان انت زي ما بنقوله اللي هو ايه، يعني الدماغ بيبدأ رزانة شوية ويبدأ يفكر في مستقبل وكلام ده ويخطط لنفسه وكده. فيعني هو ما فيش راحة أكيد طول ما احنا بنتقدم في السن. يلا خير، ربنا يتولانا. يعني نبقى أحسن يعني. طيب آخر سؤال قبل الفقرة المنتظرة. آخر سؤال خالص إن شاء الله. امتى اقول ان انا مناسب لكلية هندسة؟ انا كطالب ثانوية عامة خلصت امتحانات ومثلا مجموعي جاب ثانوية عامة، مجموعي جاب هندسة، وحاسس ان انا عايز ادخل كلية هندسة، امتى اقول بقى ان انا مناسب للكلية ديت؟ طيب
اولا طبعا انت لازم تبقى علم رياضه. اكيد ده اساسي. هو ثانيا بقى يعني شغف هندسه او دماغ هندسه شويه، انا زي ما قلت لك ان هي فكر، فهو انت اللي بتقدر يعني تحكم على نفسك هل انا فعلا رايح لهندسه ولا لا. ده عن طريق ايه؟ ده عن طريق المواد اللي انت بتدرسها في ثانوي. يمكن هي مواد انت شايف ان هي مش تطبيقيه، مش بتاخد عليها زي تطبيقات الفيزياء أكتر. مثلا زي والديناميكا الفيزياء والكلام ده، انت والستاتيكا. بتحس ان انت بتدرس حاجات يعني هعمل بيها ايه بعد كده. مم. بس هي في الاساس هي دي اساسيات الشغل كله، يعني اساسيات التطبيقات اللي انت هتاخدها بعد كده في هندسه. فانت طبيعي لو لقيت ان انت شغفك رايح للمواد دي، حابب المواد دي، بتحب الشغل العملي اكتر من الشغل الدراسه النظري، لان هندسة دراسات تطبيقية في النهاية. بالظبط الهندسه هي عباره عن تطبيقات. فانت لو حابب الدراسه العمليه بتحب تدور ورا الحاجه اللي انت بتدرسها دايما ايه، يعني بستخدمها في ايه، بحب اتعامل مع تطبيقات حياتيه حواليا في الشارع، لان دايما طبعا هندسه حوالينا في كل حاجه في الشارع. فانت لو لقيت نفسك شغوف بالحاجات دي وانت ماشي في الشارع كده بس من مجرد الحاجات اللي انت بتشوفها، فطبيعي يبقى انت فكرك رايح انت لهندسه. انت حمستنا اخش هندسة. خلاص بقى عدى. راحت علينا صح. ماشي، دلوقتي الفقرة المنتظرة، في مفاجاه. المفاجأة الجميلة إيه؟ بتاعتنا. انت دلوقتي هتسحب ورق من هنا وهتلاقي فيه أسئلة. امم المفروض انت هتجاوب على الأسئلة دي، بس هنتفق على حاجة. امم انت هتجاوب بصراحة، ماشي؟ سيبك بقى ان في كاميرا وبتاع. لا لو انت السؤال اللي هتسحبه هتجاوب وشكرا. يعني طيب يا رب. قول يا رب. أسئلة محرجة بس. سمي الله بس. بسم الله. ماشي يلا نبدأ بده. خلي بالك لو اجابتك ما عجبتنيش هخليك تسحب تاني. الكاميرا كاميرتي والمايك بتاعي واعمل اللي انا عايزه. اقرا يا عم، سمع الناس. عملت مشكلة مع دكتور أو معيد. ده احنا هنقطعه في المونتاج ده. أنا لسه فاضل لي سنة في الكلية فيعني استر عليا، الله يسترك. ما يوصلش لدكاترة ومعيدين هندسة يعني عشان إيه. والله بص يعني عايز أقول لك إن فعلا زي ما في كل كلية طبيعي فيها الحلو والوحش، بس هندسة كدكاترة ومعيدين عندنا فيها ناس كتير جميلة، والناس يعني بتساعد شوية. هو بس بصراحة يعني بحكم ان انا كنت واحد مندوب دفعتي على مدار سنتين، ما شاء الله. ودي حاجة يعرفوها برضه لما يخش كلية، يعني ان كل دفعة بيبقى لها مندوب او شخص بيتعامل مع الدكاترة، هو الممثل للدفعة يعني. فمن تعاملي معاهم في اكيد في الدكاتره اللي تعاملها صعب، ان انت محتاج ان انت تلين معاهم شويه. دكاتره طبعا في دكاتره عندنا في الكليه كبار في السن شويه، ففرق السن ما بينك وما بينهم طبيعي لازم تراعي ده. ممكن تنشنها بتاع، بس بالظبط. اكيد في دبلوماسيه بس يعني اللي هو اكيد لا هو اهم حاجه يعني احسن حاجه تعتبر في دكاتره هندسه ان هو مهما كانت التنشنه ومهما كان الشد والجذب ما بين الطرفين، هو في بس في احترام. الاول وفي الاخر في احترام متبادل، وان هم بيبقوا عايزين فعلا المصلحه. بس يعني يمكن يكون ايه اختلاف فكري شويه ما بين الاجيال بس هو في ترند طالع كده عموما بيفضل شغال على طول، اللي هو الدكاتره دول مثلا سلوحه، اللي هو عايز مثلا يقدرك وخلاص. هو بص بقى، بعيدا عن ان الامتحانات انت كده كده هتتقدر فيها وهيبقى عندك يعني خلينا متفقين، بس في دكاتره فعلا اللي هو يعني ما بيبقاش مهتم بالمحتوى اللي هو النظري اكتر من ان هو يشغلك. ده حلو، ده شغالك كويس. بايدك، هو حلو بس حلو بزياده شويه، بس في الاخر إن هو لمصلحتك يعني. بيفتحك. فطبيعي انت لازم تستحمل. وهندسه زي ما قلنا ان هي تطبيقيه اكتر، فانت لما تلاقي الدكاتره ان هي يعني تنشنت. تتعبك في شغل كده، فاعرف ان انت بتستفاد من الشغل ده وشغل عملي، سواء بقى يعني انت مجرد ان انت ما وصلت الكليه ودخلت قسم خلاص، فانت نقطه المجموع او نقطه التقدير ان انا بقى لازم اجيب كل سنه امتياز والكلام ده، لا يعني دي نقطة مش بتريح سوق نفسك العمل شوية. اللي بيهتم بيها دلوقتي. احنا دلوقتي زي ما قلنا بنهتم بخبرات وبشغل وشغل عملي، وعملت بروجكتات، عملت مشاريع، الكلام ده هو اللي هيفيدك مش التقدير. انت تنفع مندوب دفعه على فكره. انا ملاحظ ان اجابتك دي ثعبانيه شويه. يمكن انا عايز اعرف انت عملت مشكله ولا لا. اتعلمت. عملت مشكلة ولا لا؟ في الحقيقة هو يعني ممكن اقول مش انا اللي عملت مشكلة كشخص، بس حصل مشكلة مع يعني ما بين الدكتور وما بين دفعتنا عموما. وانت وأنا طبعا اتصدرت فيها حمامة بما إن السلام. انا المندوب، فطبيعي انا اللي اتصدرت فيها يعني. قلبي بس عندك. الحمد لله عدت على خير. الحمد يعني لله. عرفنا نلمها وعدت على خير. طيب انا عايز اجابه اسخن شويه، فانت هتضطر تسحب سؤال تاني؟ طب في مشاكل لحد ما الاجابه تعجبني. الورقة دي ممكن تكون كاتبة تنصح الناس تعمل ايه في اول يوم كلية؟
اول يوم وترندات ده اول يوم معروف، المسطره تي كده دي وداخل. اول حاجه ما تعملهاش وانت رايح الكليه. ما تروحش اول اسبوع كله بالمسطره دي اساسا. ده زي البلطو عندنا يعني كده. ما تعرف سنه اولى من البلطو اللي هيبقوا شايلينه وهم دي ما داخلين. بتتشالش اول اسبوع اسبوعين ثلاثه لحد ما هم يقولوا لك في السكشن هاتها. يعني انت ما تشيلهاش غير لما هو يقول لك في السكشن، المعيد هيقول لك عندنا سكشن الاسبوع الجاي محتاجين فيه المسطره دي تجيبها. انما غير كده ما بلاش، هتتعبك في المواصلات ورايح جاي وشايل على ظهري والكلام ده، وهيتصف عليك على ايه يعني؟ وهتفكر ان هم بيقولوا لك المهندس رايح والمهندس جاي والكلام ده، مع ان انت عادي يعني في وسط ما حدش واخد باله، انت معانا خلاص في الكلية فكك يعني. كلها مهندسين بالظبط. بس يمكن نصيحه بقى الاهم شويه عندنا في هندسه، حاول تاخد اول يوم ليك في الكليه بجديه. يعني هندسه محتاجه من اولها كده. مش جديه ان انت يعني لازم بقى اقعد اذاكر من اول يوم. ولما اكيد مش هقول لك تذاكر من اول يوم، لان انا اول محاضرات ما اساسا ما فيهاش حاجه تتذاكر يعني. بس بجديه ان انت ايه، ان انت تبتدي تتعرف على جدولك صح، تعرف الدكاتره. هتلاقي الدفعه متقسمه لجروبات، كل جروب بيديله دكتور معين او دكتوره معينه في كل ماده. فانت بتحاول ان انت من بدري من بدايه السنه ان انت تجرب الدكاتره دي عشان تعرف انت هترتاح لمين في شرحه اكتر. هتبتدي حلو يعني الموضوع فيه مرونه الى حد ما. بالظبط، ان انت عشان بعد كده لو استنيت على نفسك اكتر من كده او فتره طويله ان انت تبدا تظبط حالك او دنيتك دي من اول اسبوع، هتلاقي نفسك ان انت خلاص ابتديت تخش في الجد وابتديت المنهج بقى يتشرح فعلا. فانت لا اتاخرت شويه عن الناس. فلا خدها من اول اسبوع ان انت تبتدي تظبط جدولك، تبتدي ترستق دنيتك في الكليه، تعرف انا هكمل مع دكاتره مين اللي هحضر لها المحاضرات، ايه المواد اللي لازم احضر لها محاضرات، وايه المواد اللي ممكن عادي المها مع نفسي، ايه الحاجات اللي اضيع فيها وقت، ايه الحاجات اللي ما اضيعش فيها وقت. الكلام ده كله تبتدي تتعرف عليه من اول اسبوع. تسيستم الدنيا كده في البدايه، بحيث ان انت بعد اول اسبوع خلاص انت ماشي بدايه مع الدكاتره او مع دراستك اول باول على طول، مش هتتاخر عن حد تاني. لان زي ما قلت لك ان التقدير هيفرق في اعدادي. فانت برضو مطالب في سنه اعدادي ان انت تجتهد شويه عشان تجيب القسم اللي انت عايزه، او سواء ان انت تجيب تقدير وتختار بعد كده قسم بقى تكون متاح لك كل الاقسام وانت تختار اللي انت عايزه. طيب اشكرك جدا. صعبانيه تانية؟ لا خلاص كفايه عليك كده. حبيبي اشكرك جدا، ويعني انا حقيقي استفدت، يعني عرفت كده هندسه بتتكلم عن ايه. يمكن الموضوع ده مش هيهمني، ولكن انا واثق ان هو هيهم ناس كتير تتفرج على الفيديو دوت. وان شاء الله يعني دايما في تفوق كده، والناس اللي سمعنا ان شاء الله ربنا ييسر لها طريقها على طول، سواء اي كليه دخلتها ان شاء الله ربنا يكرمكم فيها. وبس حابب تقول اي نصيحه اخيره للناس اللي بتتفرج علينا؟ والله هو النصيحه طبيعي لاي طلبه ثانويه دلوقتي ان هو خلاص لما تخلص امتحاناتك اعتبر ان انت انهيت اللي عليك الدور دوت ودورك في السنه دي، انت عملت اللي عليك. ما تقعدش تستنى النتيجه، ما تقعدش تدور بقى انا عايز اجيب كذا عايز اجيب كذا. الامر دلوقتي خلاص بقى متروك لربنا وللمجهود اللي انت عملته طول السنه واللي اديته في امتحاناتك وانتهت على كده. فلما تطلع النتيجه اول حاجه تقولها الحمد لله، تحمد ربنا على اللي انت جبته واللي جالك، وتبتدي تظبط خطتك على اساس كده. يعني تبتدي تشوف هل انا جات لي الكليه اللي انا عايزها، فتمام هبدا اظبط دنيتي ان انا الكليه دي هبدا اتعامل معاها كذا كذا كذا. طب لو ربنا لا قدر الله ما ارادليش الكليه اللي انا كنت عايزها، فبرضه الخير ربنا اعلم بالخير فين. فانت هتبتدي تدور على البديل بتاعها، تشوف انا شغفي هيروح لايه تاني غير كده، وتبتدي تدور ورا دوت وتمشي ورا ده، واسعى ورا حلمك ورا شغفك دايما. ما تحاولش ان انت ترضي حد او ترضي اي حد حواليك عشان تخش كليه معينه. لا، شوف انت شغفك في ايه وانت اللي حابب تدرس ايه، لان دي حياتك انت وانت اللي هتكملها بعد كده، مش حد هيكملها مكانك. فبس وربنا يوفقهم كلهم، وان شاء الله علم الرياضه كلها تخش هندسه مفيش مشكله، والتنسيق بقى يضرب وصباح الفل، وال 15000 يبقوا 150000 وما تلاقوش شغلانات اهم حاجه راحتهم بس. المستقبل مشرق يا جماعه، وربنا معاهم. وطبعا اللي هيخش منهم ربنا يوفقه يخش منهم هندسه، احنا تحت امره في اي وقت وهنكون موجودين معاه، ويقدر يتواصل معانا دايما في الكليه، وربنا يكتب لهم الخير دايما باذن الله. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.